السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله فطارنا يبقى قلقاس. احنا هنعمل قلقاس بالصلصة وقلقاس بالسلق، يعني هوريهولكم بالطريقتين. احنا عندنا الصلصة اللي احنا كنا عاملينها معانا ومجهزينها لرمضان، اخدت منها كيس صغير بالشكل ده نعمل منه سلق، والسلق بقى بالخضرة، القلقاس بالخضرة هنعمله برضو. كنا مفرزين الخضرة بتاعته معاه جاهزة. ده أول حاجة الصلصة اللي بتحطه معانا، احنا طبعا مطلعينها من الفريزر. ننزل عليها كده بشوية من الشوربة، وننزل القلقاس. دي كده أول وصفة معانا، يعني التجهيزات دي بتبقى حلوة جدا. الكمية كده اللي احنا نعملها نغطيها بقى ونسيبها ويفكوا مع بعض كده، ونقلبه كل شوية نقلبه، يعني بحيث لو احتاج مية نزوده يعني. ونيجي بقى للقلقاس اللي في السلق. عندنا شوربة لحمة، واللحمة انا هسلقها وبعدين احمرها، مش هضيفها في السلق عشان انا بيحبوها متحمرة. ونحط لها تحت بقى شوية شوربة قليلين، نعمل شوية قليلين كده بالسلق. وننزل السلق، ونسيبه بقى يستوي. الخضرة بتاعتنا احنا كنا عاملينها معانا بالثوم وجاهزة، يعني هننزلها على طول، بس انا حابة احطها على النار ومعها فص ثوم كده واحد، يطلع النكهة بتاعته كده، يبقى فريش كده كأننا لسه عاملين الخلطة معاه. دي بقى الصلصة معانا، ضفت لها شوية كمون وكزبرة وشوية كده من الملح، ونغطيهم بقى ونسيبهم يستووا كده. خلاص اللي بالصلصة كده يعتبر كده خلاص جاهز، واللي بالسلق هنسيبه بس كده يستوي شوية، وبعدين نضيف له الخضرة بتاعته. يعتبر برضو كده جاهز لان الحاجة جاهزة معانا. دلوقتي بقى اللحمة تستوي، نعمل بقى نعمل رز بشعرية. دلوقتي بقى نعمل رز بالشعرية، معلقتين من الزيت ومعلقة من السمنة، نحمر فيها الشعرية. نقلبها تقليب مستمر كده عشان تبقى كلها لونها ذهبي. ونغسل بقى الرز ونضيفه. الرز بقى يعني على حسب الكمية اللي احنا محتاجينها. عندنا الشوربة تغلي على النار، اللحمة تستوي. نحمر بقى الرز، يعني للولاد البنات بقى اللي لسه بيتعلموا، كوبايتين الرز عليهم كوبايتين وربع من المية. الرز بالشعرية بقى بحب اضيف له معلقة من الكزبرة المطحونة، تتحمر كده مع الرز، تدي طعم حلو جدا للرز واحنا بناكله، تلاقي طعمه حلو جدا.
عندنا بقى معلقة التومة، ودي اضافة لان احنا عندنا السلق بتاعنا معمول جاهز بالثوم، فاضافة اللي عنده وقت يعملها مفيش مشكلة. شوية كزبرة كده، يعني معلقة التومة دي هتخلي السلق بتاعنا كأننا لسه عاملينه فريش كده، يعني ريحته قوية. ناخد بقى قطعة كده من التومة دي اضيفها على السلق القلقاس اللي بالصلصة، وبعدين انزل الخضرة. كده خلاص القلقاس استوى. والتاني بقى نضيف السلق ونرجع نشوفه مع بعض. دي كده ياخدوا تشويحة مع بعض ونضيفهم. انزل بقى السلق. ضيف كده في الطاسة شوية من الشوربة. طيب السلق معنا، القلقاس معنا جاهز. عندي بقى قطعة عجين، دي عجين السمبوسك. دي دقيق، رشة ملح، معلقة زيت، ونعجن بمية لما العجينة بتكون معانا بالشكل ده، يعني متبقاش عجينة طرية بتلزق ولا تقيلة قوي. هي عجينة السمبوسك العادية اللي احنا عملناها مع بعض. انا عملت كمية عملت العجينة وعملت منها السمبوسة العادية اللي انا كنت عاملاها ومصورها معاكم، وقلت بقى اخلي قطعة عجين نعملها مختلفة كده النهاردة، يعني نعملها سمبوسك مختلفة النهاردة. ودي انا هحشيها جبنة مثلثات بس مش اكتر من كده، او عندنا جبنة بيضة ونحشيها جبنة بيضة بقى، ونحط عليها مثلا فلفل وشوية من الخضرة، يعني اي حاجة بقى ايه. انا قلت النهاردة هعملها بالجبنة المثلثات دي بس. شكلناها، عملناها بالشوكة معانا بالشكل ده. نعملها شكل كده حلو، بس بالشوكة نضغطها لجوه كده. ونحمرها بقى في الزيت عادي جدا زي ما بنحمر السمبوسة. نعمل كمان واحدة.
نعمل بقى الكمية بتاعتنا كلها بالشكل ده. انا عملت عجينة السمبوسك اللي احنا كنا عاملينها مع بعض، وهشيلها برضو في الفريزر، وخليت بقى قطعة كده عجينة. قلت بقى السمبوسك اللي احنا هنستخدمها النهاردة نعملها بقى بالشكل ده، تغيير يعني. السمبوسك بقى نحمرها معانا بالشكل ده. تغيير يعني بدل ما احنا بنعملها على طول. حلوة جدا وكده ما بتشربش زيت. عملت طبقات من غير الزيت. نقعد نخترع بقى اشكال في العجينه. الرورة عملتها مدوره بالشكل ده، قلت لك انا هعملها بقى حاجه حلوه يعني، وارش عليها سكر. دي شكل سفرتنا النهارده، يا رب تعجبكم. لو عجبتكم بقى ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناه. ده شكل القلقاس بتاعنا، شوف بالصلصه وبالسلق، حلو جدا، جربوه ان شاء الله يعجبكم. وهنا يكون خلصنا الفيديو. لو عجبكم الطريقه اكتبوا في التعليقات، ما تنسوش تحطوا اللايك والاشتراك في القناه وتابعين زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم.